مرحبا يا حلوين، كيفكن اليوم؟ أنا ديما مدير للوضع، كم بتمنى تكونوا كلكم رواق الرواق اليوم وكل يوم. بهذا الفيديو رح نحكي عن الهاشتاج اللي أخذ أكثر نسبة تصويت واللي هو يا ترى ضروري نكون كتير حلوين. هاشتاج الجسم المثالي رح أعمله الأسبوع الجاي. إذا كان في عندكم أي هاشتاج أو موضوع مهتمين إنه نحكي فيه بليز اتركوا لي بالتعليقات تحت الفيديو، واللي بيجي عليه أكبر نسبة تصويت أو أكثر لايكات أكيد رح أعمله. حابب اذكركم انه بهذا الفيديو انا رح اقول رايي بالموضوع، انتم كمان حتقولوا رايكم ورح نبلش النقاش بلكي بالتعليقات تحت الفيديو او اذا بتحبوه على دلالو.com. هدفي من انه نبلش هي السلسله تبع الفيديوز هو انه نتناقش بمواضيع بتخصنا وبتهمنا ونشوفها من زوايا مختلفه، يمكن مختلفه عن الزوايا او الطريقه اللي عم تعرضها فيها الميديا، وبلكي كمان بنضوي على نقط كتير مهمه نحن بنحسها مهمه وبنعرف انها مهمه الميديا متجاهلتها شوي. كمان نخفف الضغط تبع الصوره المثاليه، لانه ما في شيء مثالي بالاخير، ومعايير الجمال اللي كتير مشروطه اللي مفروضه علينا. انا جربت اني كثف كل النقاط اللي انا حبيت احكي فيهم لست نقاط بس لحتى ما يطلع الفيديو كتير طويل. اول نقطة انا حابة احكي فيها هي انه نحن ما لنا عايشين، يعني حياتنا ما هي مسابقة ملكات جمال، يعني مو بالضرورة نكون نحن عم نسعى لنكون احلى شيء او نشبه ملكات الجمال او انه نكون دائما بذهننا التركيز الكامل على جمالنا وعلى مظهرنا الخارجي. يعني اذا بنطلع بالشارع كلياتنا بنعرف انه بنشوف نحن ناس عاديين، مو بالضروره يكونوا كلياتهم بيطيروا العقل ولا كلياتهم لابسين احلى لبس، لانه اصلا هذا الشيء مو كثير ضروري ولا هو الشيء الاساسي لحياتنا ولا هو حتى سبب سعادتنا. واصلا اذا نحن بندخل بحياتنا الشخصيه او بحياتنا اليوميه بهي المسابقه فنحن خسرانين، لانه دائما في حدا احلى، دائما في حدا اصغر، دائما في حدا يمكن اهضم، بس هذا لا يعني انه اذا كان في حدا احلى او اصغر او اهضم او الى اخره انه نحن التغى جمالنا او التغت شخصيتنا او التغت هضامتنا، لانه في كل واحد فينا عنده شخصيه متفرده ما بتشبه اي حدا. هذا الحكي بنقلني للنقطه الثانيه واللي هي ان الله جميل يحب الجمال، فنحن كلياتنا بنعرف انه كل واحد فينا بيقدر الجمال، بيحب انه يستمتع بالجمال، وبنحب كمان نكون نحن حلوين. ونحن عايشين بعصر كثير نحن محظوظين انه نحن عايشين فيه، لانه موارد التجميل او ادوات التجميل او وسائل التجميل كثير متاحه لنا بطريقه كثير سهله. فأغلب الناس اللي كانوا شكلهم دائما عادي ممكن كتير يكون عندهم فرصة هلا يكونوا كتير جذابين وكتير يعتنوا بمظهرهم. وانا مالي عم اقول انه بالضرورة لازم نكون يعني نحط كتير ميك اب او دائما نعمل شعرنا بيرفكت، بس نحن هلا عايشين بعصر عنا الفرصة انه نعتني بانفسنا بطريقة كتير سهلة وكتير نحسن من مظهرنا الخارجي على قد ما بنحب. يعني اذا انت رضيانة عن مظهرك الخارجي بانك تكوني مثلا بشرتك نظيفة وشكلك هيك بس مرتب، بيرفكت، هذا تماما اللي لازم تسعي له. لذلك في نقطة كتير مهمة لازم نتذكرها، انه الاعتناء بالشكل الخارجي ما هو سطحية. يعني اذا نحن كنا عم ندير بالنا على شكلنا فهو من باب الاحترام لذاتنا واحترام لصورتنا واحترام شلون بنقدم نفسنا للمجتمع او الناس المحيطين فينا. فما في شيء سطحي ابدا بالاعتناء بالشكل الخارجي، بس هو كل شيء بيزيد عن حده بيكون شوي مبالغ فيه، ما انه كتير محبذ. لكن كل واحد فينا حر انه يقدم شخصيته ويقدم هويته بالطريقة اللي بحبها، ان كان مبالغ فيها او ان كانت بقمه البساطه، بالاخير هي حريه شخصيه وهويه. ومن كمان برجع بقول من دواعي احترام النفس واحترامنا لصورتنا وشلون بنقدم حالنا للمجتمع اللي محيط فينا. النقطة الثالثة هي محبة وتقدير الآخرين وإعجابهم فينا. نحن كتير بنتمنى أنه نحصل على هاي المحبة والتقدير والإعجاب من الآخرين، بس قبل ما نسعى وراء حب الآخرين لإلنا لازم نحب نفسنا. يعني انت لازم تحبي حالك قبل ما تتوقعي المحبة من الآخرين. إذا كنتي انت ما بتحبي حالك، ما يعني كرهانة شكلك، كرهانة شعرك، كرهانة، هذا كله ببين علينا وبينعكس على طريقة تعاملنا مع أنفسنا ومع الآخرين. فما فيكي تتوقعي انك تنحبي إذا ما كنتي انت أصلا بتحبي حالك. فالمفروض انه أنا برأيي لازم نبلش نكون انه ممنونين لكل النعم اللي عنا ياهن، ونركز على المحاسن اللي عنا اكثر من المساوئ، وبهالطريقه بنعكس محبتنا لنفسنا على الاخرين، لكن بدون ما نكون انانيين. اكيد في يعني شيء حد كثير رفيع فاصل بين الانانيه وحب الذات. حب الذات هي اشبه بالامتنان للنعم اللي عنا ونكون رضيانين عن انفسنا. تلقائيا بتعكسي هذا الشيء لبرا وبتصيري جاذب لمحبة الآخرين. النقطة الرابعة كتير بتشبه النقطة الثالثة واللي هي الثقة بالنفس. الثقة بالنفس بتجي مباشرة بعد حبك لنفسك. يعني لما بتحبي حالك بتبلشي تكوني واثقة من نفسك،
وهنا وكمان في فرق بين الثقة بالنفس والغرور. كيف في فرق بين محبة الذات والأنانية؟ في فرق بين الثقة والغرور. الثقة هي إنه تعرفي حالك تماما شو أنت، وأنت مركزة على محاسنك، بس أنت بتعرفي شو هي مساوئك أو بالأحرى الأشياء اللي بتحبيهم أقل بنفسك، ومع ذلك أنت حابة حالك وواثقة من نفسك. الثقة هي الميزة الأكثر جاذبية إن كان بالرجل أو بالمرأة. الثقة هي الطاقة الإيجابية أو الطاقة الجاذبة لكل العالم اللي حواليك. حتى لو كنتي تعتقدي بنفسك انك متوسطة الجمال او اكثر، ما بيهم شكلك الخارجي، لانه انت عم تقدمي حالك بشخصية الواثق من نفسه. والثقة بالنفس كلياتنا بنحبها وكلياتنا بننجذب لها. النقطة الخامسة هي إنه شكلنا الخارجي واحد من المكونات اللي بتشكلنا أو اللي بتكوننا، وما له بالضرورة أهم مكون أو أكثر مكون أساسي بحياتنا. لأنه ماني عم بقول إنه ما له مهم، هو أكيد مهم، ولكن ما له الأكثر أهمية، لأنه لسه في شخصيتنا، في طموحاتنا، في قيمنا، في كتير شغلات خرج انه كمان نشتغل عليهم، وعندهم فرص اكبر انهم يصيروا افضل مع العمر اذا اشتغلنا عليهم من شكلنا. لانه شكلنا مع العمر يعني بينقص جمالنا، ما بس ثقافتنا وطموحاتنا وشخصيتنا وقيمنا اذا اشتغلنا عليهم بيزيدوا، وهدول هن اللي بيميزونا وبيخلونا متفردين وبيعطونا هوية كتير خاصة فينا. فيمكن خرج انه نفكر مرتين قبل ما نراهن كليا 100% على شكلنا الخارجي، ونفكر كمان بالمكونات الاخرى اللي هلا ذكرتهم، هن مثل الشخصية، مثل الثقافة، مثل الطموحات، ومثل القيم. سادس واخر نقطة حابة احكي فيها اليوم هي كن جميلا ترى الوجود جميلة. لما نكون احنا حلوين من جوا بنشوف كل شيء حوالينا حلو، وبنختار انه نركز على الجمال اكثر من انه نركز على اي شيء ثاني سلبي. يعني جمالنا الداخلي بيعطي طاقة ايجابية لنا بننشرها حوالينا، وهي الطاقة بترتد لنا، وحتى لو ما ارتدت لنا مباشرة فنحن عم نزرع شيء حلو. يعني نحن عم نبلش التغيير اللي نحن حابين نشوفه بالعالم. وهذا الحكي بمثابة دعوة لنا كلياتنا، وأنا بعرف إنكم أغلبكم هيك، بس هي دعوة لحتى نكون كلياتنا نحن لطيفين ونبلش بأنفسنا. إذا نحن حابين إنه الناس يكونوا لطفاء معنا، نحن لازم نكون نبادر بهذا اللطف، نبادر بهالمحبة، ونورجي جمالنا الداخلي ونطلعه لبرا. وأكيد مع الوقت رح يكون في لك تأثير إيجابي على حواليكي، لأنك أنت اخترتي إنك تشوفي كل شيء حلو. انا حاسه هذا لازم يكون هاشتاج بختار شوف كل شيء حلو. يعني هذا كان كل شيء حابه احكي اليوم بهذا الموضوع. سوري اذا كان في كتير فلسفه، بس هو الموضوع فلسفي شوي. بتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو مثل ما استمتعت فيه، وانا كتير متحمسه اسمع ارائكم ونبلش نقاشنا بالتعليقات تحت الفيديو، او بلكي على dilaloo.com وين ما بتحبوا. ولا تنسوا انه الاسبوع الجاي، المره الجايه، رح يكون الجسم المثالي، واذا عندكم هاشتاج ثاني بليز 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 حطوه بالتعليقات تحت الفيديو. وانا بعرف انه هلا صار الجدول تبعي شوي مخربط، احيانا عم نزل 2 فيديوز واحيانا فيديو واحد بالجمعه. انا كتير حابه اعمل 2 فيديوز بالاسبوع، بس ما بتتخيلوا قديش بياخذ شغل وبياخذ وقت، واحيانا مع شغلي ما بيمشي الحال. لهيك انا كتير اسفه اذا كان في هيك شويه خربطه بالجدول تبعي. رح اجرب اكون منتظمه اكثر، وبستنى اسمع منكم. بحبكم كتير، شكرا على دعمكم، شكرا لانكم سمعتوني لهلا، وبشوفكم الاسبوع الجاي. لا تنسوا الموعد. باي.